بتبدأ الحكاية بشاب اسمه داني، وبنشوف إن أول لما زعيم العصابة بيفك الطوق اللي على رقبته، داني بيتحول وبيضرب كل اللي حواليه كأنه كلب. وأول لما بيرجع يلبس الطوق تاني بيهدى خالص وكأنه طفل. وبيكون السبب في اللي بيحصل ده إن زعيم العصابة اللي هو عمه رباه من صغره زي الكلاب، لدرجة إنه كان بيخليه ينام في قفص. وبسبب إن داني متدرب على القتال كويس، كان سهل عليه إنه يقتل أي حد، وده كان الغرض الأساسي اللي عمه بيستخدمه فيه. بس داني طول ما هو لابس الطوق ما بيعملش أي حاجة، حتى لو زعيم العصابة بيموت قدامه. وده فعلا اللي حصل في مرة من المرات. وداني كان شايف عمه قدامه بيتضرب وما اتحركش ولا كان فارق معاه، بس زعيم العصابة بيعرف يضرب الناس اللي حواليه وبيروح يشيل الطوق من داني. وطبعا أول لما عمل كده داني اتحول على طول وبدأ يكسر في الناس كلها، وخلص طبعا على كل الرجالة لوحده. بس بيكون في واحد هناك بقى شايف كل اللي بيحصل وبيعجبه جدا داني، وكمان بتعجبه طريقته في القتال. وبعدها لما بيخرجوا من المكان ده عمه بيبدأ يزعقله وبيقول لداني إن الكلاب دورها إنها تحمي أصحابها، ولكن هو ما عملش كده وما حصلش كلب أصلا. وداني طبعا كان بيستحمل الكلام ده لأنه متعود عليه على طول. وبعدها في يوم من الأيام عمه كان واخده معاه لعملية تانية، وحط قدامه لمبة حمراء وقال له إنهم هيخشوا جوه، ولو اللمبة دي نورت يبقى هما في خطر ولازم داني يروح لهم بسرعة ويلحقهم. بس بسبب إن كان في بيانو في المكان داني بيتشتت انتباهه، بس كان برضه بيحاول على قد ما يقدر يركز مع اللمبة عشان لو حصل حاجة يروح بسرعة ويلحق العصابة. بس في الوقت ده دخل عليه راجل أعمى عشان يصلح البيانو اللي في المكان، وداني أول لما بيشوفه بيتخض جدا وما بيكونش عارف الراجل ده طيب ولا مش طيب. بس الراجل ده لما سمع صوت داني طلب منه إنه يساعده، فداني وقتها اتأكد إنه أعمى وما بيشوفش، فقرر إنه يساعده فعلا. وبعدها الراجل الأعمى بيمسك إيد داني عشان يعرفه يضغط فين ويعرف يطلع المشكلة اللي في البيانو، بس بيلاقي إن إيده ناشفة جدا زي الحجر، فبيقول له يرخيها وبعدها بيخليه يضغط على البيانو. وداني كان فرحان وسعيد جدا. وبعدها الراجل الأعمى عرفه بنفسه وقال له إن اسمه سام، فداني هو كمان بيسلم عليه، وده بيكون أول راجل يشوفه يعامله بلطف. بس ساعتها بقى داني نسي اللمبة خالص واتشغل مع سام، بس سمع بعدها صوت انذار فبيطلع يجري بسرعة عشان يروح ويلحق عمه والعصابة. بس بيلاقي ان الموضوع خلاص خلص وعمه وبقية العصابة اتضربوا من العصابة التانية. وفي اليوم اللي بعده الراجل اللي شاف داني وكان عاجبه طريقته في القتال راح لعم داني وعرض عليه عرض كويس، وهو انه يخلي داني يخش مصارعة مع راجل عنده ما خسرش اي معركة، وعرفه ان داني لو فاز هيكسب فلوس كتيرة جدا. فطبعا زعيم العصابة قرر ما يفوتش الفرصة. وبعدها على طول جه يوم المصارعة، وزعيم العصابة لما فك الطوق من على داني أمره إنه يدخل الحلبة ويكسر رقبة المصارع. وفعلا داني لما دخل ضرب المصارع 3 ضربات بس وكسر رقبته. وطبعا الناس كلها كانت واقفة مش مصدقة اللي حصل، لأنهم أول مرة يشوفوا إنسان بالقوة دي. وبعدها لما خلصوا المعركة كانوا مروحين في الطريق، فزعيم العصابة قال لداني نفسك في ايه؟ فداني بيقول له انا نفسي في بيانو. فزعيم العصابة كان بيضحك على الكلام اللي بيقوله، بس مرة واحدة بتيجي تريلا وبتخبطهم، وبينزل من التريلا دي عدد كبير من الرجالة وبيضربوا نار عشان يخلصوا على كل اللي في العربية. وداني الوحيد اللي ما حصلوش حاجة لان الطلق كله جه في السواق وزعيم العصابة. وبعدها داني ما بيلاقيش مكان يروحه غير المستودع اللي قابل فيه سام، بس لما وصل له هناك كان مصاب جدا وبسبب انه نزل دم كتير اغمى عليه. وبعدها لما فاق كان مخضوض جدا لانه لقى نفسه لابس بيجامه وكمان نايم على سرير، ودي طبعا كانت حاجات اول مره يشوفها. وسام لما بيدخل عليه الاوضه داني كان خايف منه، فسام مرضيش يزعجه وقال يسيبه على راحته وحط له الاكل وخرج من الاوضه. وفي يوم من الأيام داني سمع سام وهو بيعزف على البيانو، فبيقرر يخرج لأنه كان بيحب البيانو جدا. بس في الوقت ده دخلت عليهم البيت فيكتوريا بنت سام، فداني بيتسحب بسرعة علشان يرجع لأوضته تاني. بس أول لما فيكتوريا بتشوفه كان برضه خايف منها وقفل الباب في وشها. فبعدها فيكتوريا عشان تحاول تهديه راحت له على الأوضة بتاعته وادت له بيانو صغير هدية، وقالت له لو عايز تتعشى اطلع اتعشى معانا. وفعلا وقتها داني قرر يطلع ياكل معاهم، وبيكون حاضن البيانو في ايده زي الاطفال، وكان بيقلد سام في كل حاجه حتى طريقه الاكل، وكمان لما شافه بيضحك كان بيقلد الضحك زيه.
وفي يوم من الأيام سام حاول يحط إيده على الطوق، بس داني ما سمحلوش وبعد إيده بسرعة. فبعدها سام ما كررهاش تاني وطلب منه إنه يخرج معاهم عشان يتفرج على الشارع والناس. وفعلا خرجوا مع بعض، وسام وداني راحوا يوصلوا فيكتوريا للمدرسة. وفيكتوريا قبل ما تدخل بست باباها وداني. ووقتها بقى سام سأل داني عن شعوره لما فيكتوريا بسته، فداني قال له إن ده كان شعور جميل جدا. وبعدها سام أخد داني للسوبر ماركت وبدأ يعلمه إزاي يشتري الخضار. وكان دايما سام بيحاول يخلي داني يتأقلم على الحياة الجديدة. وبعدها لما روحوا سام بدأ يحكي لداني عن مراته وعن ازاي هي ماتت وازاي برضه فقد بصره. وداني طبعا كان بيسمع منه ومتأثر جدا بحكايته. وبعدها بشوية داني خرج لوحده عشان يروح يجيب فيكتوريا من المدرسة. وفيكتوريا خدت داني وأكلته آيس كريم، وكان أول مرة ياكله. وبعدها بشوية لما روحوا سام فضل يزعق لهم لأنهم اتأخروا في الشارع. وبالليل فيكتوريا بتاخد داني من ورا باباها وبتبدأ تعلمه ازاي يعزف على البيانو. وطبعا داني كان فرحان جدا لان ده اللي كان نفسه فيه من زمان، وكان برضه لحد دلوقتي ما يعرفش ايه سر حبه للبيانو للدرجة دي. وفي اليوم اللي بعده سام وداني راحوا للسوبر ماركت، بس بيحصل وقتها هناك خناقة كبيرة، وكل الناس اللي كانوا في المكان كانوا خايفين جدا ما عدا داني طبعا اللي كان شايف اللي بيحصل وما كانش فارق معاه أي حاجة. وبعد لما بيروحوا سام بيسأله عن سبب انه ما خافش وهو في السوبر ماركت، فداني قال له انه قوي جدا وكان يقدر يضرب العصابة دي بسهولة. ومن وقتها بقى داني بقى فرد اساسي في عيلة سام، وكان عايش فرحان معاهم، وحتى في الصور كان بيتصور معاهم كأنه فرد من العيلة. وفي يوم من الأيام كان داني وفيكتوريا بيعزفوا بالليل، وفيكتوريا وقتها أخيرا فكت له الطوق اللي على رقبته. وداني ما فرقش معاه لأنه خلاص اتغير وما بقاش زي الأول. وبعدها في يوم داني راح صلح بيانو مع سام، فسام بعد ما خلصوا اداله فلوس وقال له يجيب بيها اللي هو عايزه. وفعلا داني بيروح السوبر ماركت وبيشتري حاجات كان نفسه فيها، بس وهو مروح بيخبط بالصدفة في واحد من رجالة عمه زعيم العصابة. والراجل اللي خبط فيه ده عرفه ان عمه لسه عايش وما ماتش ولا حاجة. فداني ما بيكونش فارق معاه الكلام ده وبيكون عايز يمشي، بس الراجل ده وقتها بيهدده وبيقول له لو ما جيتش معايا هروح واموت الناس اللي انت قاعد عندهم. فداني ما بيكونش قدامه حل وبيضطر انه يروح معاه. واول لما بيوصل المرة دي بيبدأ يسأل عمه عن امه، فعمه بيقول له انا معرفش عنها حاجة، وضحك عليه وقال له انها رمته في الشارع من زمان، ومن ساعتها هو اخده وبدأ يربيه. ولما داني طلب انه يمشي برضه عمه ما وافقش وهدده بنفس التهديد، فداني اضطر انه يقعد معاه وينفذ اوامره. وفي اليوم اللي بعده عمه أخده لساحة قتال، بس داني ما كانش عايز يقتل حد، فعمه وقتها اتعصب ورماه جوه الحلبة. ولما المصارع اللي قدامه بدأ يضرب داني ما كانش بيرد له الضرب وكان بيحاول يصد الضربات. فصاحب العرض وقتها بيتضايق لأن القتال ده المفروض لحد الموت، فعمه وقتها عشان يساعده أخد سلاح ورماهوله، بس داني برضه ما كانش عايز يستخدمه ولا عايز يقتل المصارع اللي قدامه. فصاحب العرض وقتها اتضايق ودخل للحلبة أكتر من مصارع عشان يموتوا كلهم بعض. ومش بس كده، ده كمان رمالهم أسلحة عشان تبقى المعركة سريعة وسهلة. فداني وقتها بيضطر انه يضرب عشان لو ما ضربش هيموت. وطبعا داني بيضربهم كلهم وبيعرف انه يعجزهم من غير ما يقتل حد. فعمه وقتها بيكون بيتفرج عليه ومتعصب جدا، ولما بيأمر داني انه يموت المصارع اللي قدامه داني ما بيرضاش، فعمه طلع المسدس وموت المصارع هو. وبعد المعركة أخد داني وحبسه في القفص بتاعه. وبالليل داني عرف يخرج من القفص وبدأ يدور في كل صور عمه لحد ما شاف في وسط الصور دي صورة لمامته، وبياخدها وبيروح لعمه وبيعرفه انه كذاب لانه كان عارف مامته واكيد عارف مكانها. فعمه بيكذب عليه للمرة التانية وبيقول له ان مامتك ما كانتش عايزاك وهي اصلا اللي خلتنا ناخدك. فداني وقتها كان متأثر ومش عارف يصدق الكلام ده ولا لأ. وفي اليوم اللي بعده عمه كان واخده معاه في العربية ورايحين لقتال جديد، وكان بيقول له إن إحنا عيلة واحدة ولازم نحمي بعض ونساعد بعض. فداني ما بيكونش همه الكلام ده ومسك بعدها دريكسيون العربية وخلاها تتقلب بيهم. وساعتها بقى داني هرب من العربية وراح لسام وفيكتوريا ووراهم صورة مامته. ففيكتوريا بتعرف من الصورة المكان اللي مامته كانت شغالة فيه، ولما بياخدوه يروحوا هناك داني بيبدأ يفتكر المكان ويفتكر ذكرياته مع أمه، بس برضه لحد دلوقتي ما يعرفش إيه اللي حصل لها.
وبعدها لما روحوا للبيت فيكتوريا قدرت توصل للنوتة اللي مامته كانت بتعزفها في الصورة، وبدأت إنها تعزف له نفس النوتة دي. فداني أول لما بيسمع الموسيقى بيفتكر كل اللي حصل له، وافتكر إن مامته زمان خبته في الدولاب. وبعدها شاف عمه زعيم العصابة وهو بيحاول يعتدي على مامته، بس لما مامته رفضت وضربته عمه على طول طلع المسدس وقتلها. وبكده خلاص داني افتكر كل حاجة، وبعدها اضطروا بسرعة إنهم يلموا حاجاتهم من الشقة عشان أكيد عمه مش هيسكت على اللي حصل ده. وفعلا بعدها بثواني وصل لمكانهم رجالة العصابة بتوع عمه. فداني وقتها بياخد فيكتوريا وسام وبيخبيهم في الدولاب زي ما مامته خبته زمان، وبيبدأ داني المعركة، بس المرة دي بقى كان بيدافع عن عيلته، وفضل يضرب في كل الرجالة بكل قوته، وقدر في الآخر إنه يخلص عليهم كلهم. وبعدها بشوية عمه وبقية رجالة العصابة وصلوا لمكانه وبدأوا يضربوا نار في كل مكان. فداني دخل في معركة جديدة وبدأ يضرب في كل الرجالة، بس طبعا المعركة كانت صعبة عشان عددهم كان كبير. بس بعدها بشوية داني عرف يخلص عليهم كلهم ووصل أخيرا لعمه. فعمه لما بيلاقي نفسه لوحده بيحاول يستعطفه وبيقول له إن هو هيسامحه بس عايزه يرجع معاه تاني. فداني بيقرب ناحيته وكان محسسه بالأمان، ومرة واحدة طلع السكينة وضربه قبل ما عمه يلف الطوق حوالين رقبته. وداني وقتها كان خلاص هيقتله، بس فيكتوريا وسام بيجوا وبيمنعوه انه يعمل كده. فعمه ساعتها ما بيسكتش وبيبدأ يشتمه بالكلام. فسام هو اللي بيتعصب وبيمسك الزهرية وبيقتل زعيم العصابة بيها عشان ما يخليش داني يقتله ويرجع للوحشية تاني. وفي نهاية الحكاية داني وسام راحوا حضروا حفلة لفيكتوريا، وفيكتوريا كانت بتعزف في الحفلة دي النوتة اللي مامة داني كانت على طول بتعزفها له، وداني طبعا كان عمال يسمع وهو مبسوط ومتأثر جدا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد